بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بكم حبايبي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي المنهج المصري 2025. النهاردة هنتكلم عن الظرف بكل ما يلم الدرس ده. تمام؟ طيب الظرف نوعين، يا إما يكون ظرف مكان يا إما يكون ظرف زمان. طيب إيه هو ظرف المكان؟ هو اسم منصوب يأتي لبيان مكان وقوع الحدث أو الفعل. تمام؟ طيب ظرف الزمان نفس الكلام، اسم منصوب ولكنه يأتي لبيان زمن حدوث الفعل أو الحدث. تمام. ظرف المكان بيجيب على سؤال باستخدام أداة استفهام أين. كل سؤال بأين هنلاقي إجابته ظرف مكان. تمام. طيب ظرف الزمان بيجيب على سؤال بأداة استفهام متى. يبقى كل سؤال بمتى هيكون إجابته ظرف زمان. طب يا جماعة، هل ظرف الزمان وظرف المكان ليهم كلمات تدل عليهم؟ أيوه، كلمات تدل على ظرف الزمان زي إيه؟ ليلا، نهارا، صيفا، شتاء، ساعة، فجرا، عصرا، صباحا. طيب الكلمات اللي تدل على ظرف المكان طبعا فوق، تحت، أمام، خلف، يمينا، شمالا، وسط، بين. طيب حلو. هل بعض الظروف تنفع مكان وزمان؟ تنفع للزمان والمكان على حسب سياق الجملة، زي بعض الظروف اللي هي قبل، بعد، عند، وسط، قرب. نقول مثلا سأزور جدي بعد الظهر، قبل العشاء، أو قرب العشاء، دي زمان. طب هي هنقول ايه؟ سنلتقي قبل التقاطع، يبقى انا هقابلك، يبقى انا جبت مكان. او او بعد نهاية الشارع، او قرب منزلك، يبقى انا استخدمت قبل وبعد وعند ووسط، زمان ومكان. خلي بالك بقى من حاجة مهمة، الظرف منصوب دائما. تمام؟ الظرف كلمات منصوبة دائما، واوعى تنسى ان الظرف مختلف عن الاسم المجرور. يعني لو قلت جاء أبي من العمل، يبقى العمل دي مش ظرف. جدع، برافو عليك. امال ايه؟ اسم مجرور وهتبقى معرفة. لكن الظرف قلنا ايه؟ برافو، منصوب. نقول جاء أبي من العمل مبكرا أو ليلا، يبقى ده اسمه ظرف. خد بالك بقى من التدريب ده. بين نوع الظرف. يعود أبي من عمله ليلا. فين الظرف؟ ليلى. نوعه زمان. جدع، برافو عليك. جاوب ما تخافش. صح هنسقف، غلط هنصححه. سهلة إن شاء الله. تشرق الشمس صباحا، اللي هو سؤال متى؟ صباحا، ظرف زمان. ممتاز. يقف المعلم وسط التلاميذ. أما أجيب لك سؤال أقول لك أين يقف المعلم، هتقول لي وسط، يبقى وسط ده إيه؟ ظرف مكان. ممتاز. خلي بالك من حاجة مهمة، إن حرف الجر أحيانا يعطي معنى الظرف. يعني حرف الجر قد يعطي معنى الظرف. أقول إلى إيه اللي شبهها في الظرف؟ نحو، اتجاه. طيب على، إيه اللي شبهها في الظرف؟ أعلى أو فوق. طيب في، السمك يعيش في الماء، ينفع نقول تحت أو داخل أو بين. طيب بي، حرف الجر المتصل. أين قلمي؟ بالحقيبة. كيف حضرت؟ بالسيارة. طب عايزة بدلها ظرف، هقول أين قلمي؟ داخل الحقيبة. كيف حضرت؟ داخل السيارة. تمام؟ درس سهل، وإن شاء الله الدنيا تبقى سهلة. وما تنسوش تكتبوا لي لو فهمنا الدرس، واكتبوا لي في التعليقات أي سؤال يخص الظرف أو أي عنصر من عناصر النحو اللي احنا شرحناها قبل كده أو اللي لسه ما شرحتش. تمام؟ وفعل الاشتراك والجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم قريب في الفيديو اللي جاي. شكرا حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.